سلام، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة كنوز فود. في إطار التحضيرات ديال العيد غادي نحضروا إن شاء الله جوج ديال الأشكال ديال الحلوى يجيو جد رائعين وفي المتناول بطريقة جد سهلة وبعجينة وحدة. كنقدروا نخرجوا هاد الكمية هادي بمقادير بسيطة ومتواجدة في كل بيت. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو، عندي هنايا 125 غرام ديال الزبدة، انا استعملت الزبدة ديال الحك، قبصة الملح، وعندي نص خمارة، جوج بيضات، عندي كذلك ساشي ديال كراميل فلون، وساشي فاني، نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال سنيدة، وكذلك 500 غرام ديال الطحين. بالنسبة للطحين انا ما استعملتش الكمية كاملة، اكتفيت غير ب 450 غرام. الطريقة غناخدو الزبدة والسكر سنيدة، كذلك غنضيفو عليه الساشي ديال الفاني وديال الفلون، وغادي نخدموهم مزيان. من بعد غادي نضيفو نص كاس ديال الزيت، وغادي ندمجو المقادير كاملة حتى يدخل داك الزيت مع الزبدة. كنخدمو غير بالكف ديالنا، نحاولو نخدمو بالكف ديالنا باش يندمجو لينا. اصلا الحك، الزبده ديال الحك راه سهله في الخدمه ديالها. غادي نضيف كذلك جوج ديال البيضات وغادي ندمج الكل. من بعد ما ندمج البيض مع الزبده والزيت والسكر، غنبدا نضيف الدقيق. هنا الدقيق راه ديجا مغربل، وغادي نضيف كذلك نص خماره تقريبا 4 غرام. غادي نضيف الطحين تدريجيا وانا كنجمع العجين ديالي. بالنسبه للعجين خصها تكون لينه ما كتلصقش في اليد، بحال اللي كتشوفوا القوام ديالها راه هو هذا. كناخذوا قطعه وغادي نحاولوا نشكلوا الشكل الاول، نشكلوه على شكل طولي كيف ما موضح. فوالا ناخذوا قطع وغادي ندير لهم على شكل بحال حربول هكاك، شكل طولي. هذا هو الشكل الاول ديالنا. بالنسبه للشكل الثاني كناخذوا عاوتاني قطعه وكنكوروها ونبسطوها شي شويه بهذه الطريقه. صافي كنوجد الحلوه ديالي كامله. كنسخن الفران على درجه حراره 200، وكنرجعو ل 175 حتى ل 160، وكنخليها تدخل تحمر مزيان بهذه الطريقه. بالنسبه للتعليكه اللي غادي نلصقوا بها، عندي هنايا 3 المعالق ديال الكراميل، وعندي 6 القطع د الشكلاط بيض. كنديرهم فوق البوطه حتى كيذوبوا. هذا هو لا تيكستور ديالها. اللي ما توفرش الكراميل نقدروا نستعملوا نص كاس ديال العسل كتزيين. انا احتاجيت هنا الشوفان كارميليزي. كناخذ القطعه د الحلوه ديالي وكندهنها. هذا الشكل الاول، ناخذ القطعه وكندهنها مزيان بهذيك التعليكه وكندوزها في هذاك الشوفان كراميليزي. بالنسبه للشوفان ولا الكراميل اللي احتاجيتو، انا راه دابا نحطو في القناه، راه كنوجدهم غير في الدار، كيجيو جد ساهلين وبمقادير بساط وفي المتناول، وكيعطيو كميه وفيره واقتصاديين بالمقارنه مع الا شرينا الكراميل ولا شرينا شي حاجه واحده اخرى اللي غادي ندهنوا بها. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، تقدروا تستعملوا بليطو الكاوكاو محمر ومهرمش، اللوز ايفيلي، الكاوكاو ايفيلي. تقدروا تستعملوا غير كورنفليكس تفرتوه هكا هو باش تزينوا. راه كل الطرق تؤدي الى التزيين. فوالا هذه هي الشكل ديال الحلوه ديالي، كتجي جد رائعه. كناخذها وكندوز عليها خطيطات ديال الشكلاط الابيض. فوالا كتجي زوينه حتى في الشكل ولا في المذاق. بالنسبه للشكل الثاني اللي الشكل ديالو طولي، كناخذ الشكلاط كالا كندوبو، ما كنضيف عليه حتى اضافات. بالنسبه للتذواب انا راه كندخلهم غير للفران، كاع ما كان نديروش في حمام مريم، كنديرو الفران حتى كيذوب شويه وكنحيدو. بالنسبه للتزيين انا هنا استعملت كاوكاو محمر ومهرمش. كنغطس دوك الحلوات ديالي وكندوز عليهم شويه ديال الكاوكاو. وهذه هي الحلوه ديالي تقريبا، راه كتعطيني الشكل الاول 26 حبه والثانيه شي كدا 30 حبه، راه كتعطي تبارك الله الخير والبركه. وهذا هو الفيديو، وما تنسونيش بلا جيم، وشكرا على المتابعه.